الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. أحب أرحب بكل إخواتي اللي لسه بيتابعوني جديد، كل إخواتي اللي طبعًا مشرفيني ورافعين راسي دايمًا وبيشجعوني دايمًا. لكم مني أغلى تحية. بجد بجد متشكرة جدًا لكلامكم الجميل ودعمكم الحلو ليا، يا رب يخليكم ليا دايمًا، ويا رب قناتي تكبر بيكم وعيلتنا الكبيرة تكبر بيكم بإذن الله تعالى. النهارده هاعمل معاكم غدا من اللي قلبكم يحبه. طبعًا داخلة معانا دي يا عزة، دي وزة. حد يعرف الوز يا جماعة؟ أيوه دي وزاية كده، دي وزة ماما عطيها لي. تمام، هاعملها معاكم بطريقة حلوة أوي. الوز ده الوز زي البط يا جماعة، يعني على ما أعتقد إن هما الاتنين زي بعض، بس طبعًا في فرق في الطعم شوية، بس مش كتير، بس نفس الأداء. خرطت معاكم بصل، جبت طبعًا توابل، بهارات، 7 بهارات، فلفل أسمر، كزبرة، كمون، ملح، آآ أي بهارات عندِك طبعًا عايزة تستخدميها. تمام، بس هي دي البهارات اللي أنا باحب دايمًا أستخدمها في الحشو بتاعتي. طبعًا بتفرك البصلة حلو لحد ما تنزّل البصارة بتاعتها أو المَيّة بتاعتها، وبعد كده نبدأ إن إحنا نحشي الوزة كده. بصوا يا جماعة، أنا مش هاسوي البصلة على البوتاجاز. طب ليه مش هتسويها نُص سوا؟ لإن الوزاية طبعًا هتاخد سوا شوية، فطبعًا أنتم عارفين إن إحنا ده يوم الجمعة، ده روتين يوم الجمعة، أو طبيخنا غدانا بتاع الجمعة، دي الكبدة. هي الإضاءة بتاعة الشمس جاية عليها شوية، بس يعني إيه مش موضحاها أوي. طبعًا في الحالة دي ما فيش حاجة تنقذني غير حاجة واحدة بس، أنا طبعًا باتبّلها. تمام، هنبدأ إن إحنا نقفّلها. طبعًا أنا عندي خيط وإبرة مخصصين لل للحوم بس، للدواجن، للفراخ، لأي حاجة عايزة أحشيها عندي إبرة وخيط عايناهم مخصوص للحاجات دي. هنا طبعًا بابدأ إن أنا أعمل لها فتحات من هنا، عشان طبعًا البصلة تستوي، عشان إن هي تستوي معايا بسرعة. والله العظيم يا جماعة أنا مولعة على دي ساعة صلاة الجمعة، ما فيش حاجة هتنقذني غير اللي قدامكم دي. هي إيه دي يا عزة؟ دي الحلة الضغط. حلة الضغط دي اللي هتنقذني بصراحة في أي عزومة، في أي حاجة، هي كفيلة إن هي تسد معايا بصراحة، أحسن من 100 إيد تشتغل معايا في المكان. طبعًا حطيت الحلة على النار، حطيت زيت، حطيت ورق لورا، قرفة، مستكة، حبهان. طبعًا سِبتهم يتشوحوا شوية في الزيت، وبعد كده ننزل عليهم بالوزة. تمام، بُصّوا هي منقذ، بس في نفس الوقت يعني إيه، حصل معايا حركة هاوريها لكم في الآخر. طبعًا هنا حطيت البطة. والله العظيم يا جماعة حصل معايا حركة، بس الحمد لله يعني جات سليمة. حطيت طبعًا البطة، وحطيت الحاجات بتاعتها. إحنا عندنا بنسميها حوايج، ما أعرفش أنتم عندكم بتسموها إيه، اللي هي الرقبة والجوانح والكبدة والقُنصة والحاجات دي. طبعًا حطيت بصلتين، وده البصل اللي كان فايض بتاعها اللي هي المرتة. حطيت هنا جزر. تمام، طبعًا حطيت كده كل التوابل بتاعتها والحاجات اللي هي إحنا محتاجينها، لسه التوابل بقى اللي هي إيه الأخيرة، هنغطي عليها شوية لحد ما تتعرق. تمام، اهم، بعد كده هنفتح الغطا. اتعرقت معانا يا جماعة الحلة دي، يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله جميلة جدًا جدًا، أنصح أي عروسة بتجهز إن هي تجيبها بجد. منقذ العزايم، منقذ في أي حاجة. والله العظيم اللي عنده الحلة الضغط دي خسران كتير جدًا جدًا بصراحة. والله العظيم أكتر من عزومة أعملها وما شاء الله هي تنقذني في ثانية. أنتم عارفين إن البوتاجاز بيبقى ضعيف، وأصلًا عندي عيون البوتاجاز بتاعتي يعني إيه ضعيفة جدًا، ما بتنقذنيش، ما بتخلّصش حاجة معايا بسرعة. فطبعًا يعني إيه ده أقرب حاجة، مجرد ما بتحتفظ بالحرارة بتاعتها خلاص ما بتاخدش وقت، في ثانية في ثانية يكون كل حاجة عندي. طبعًا أنا هنا بالِف الغطا عشان أجيب البسبوس بتاعها اللي بيتحط عليه الغطا ده، اللي هو المكبس. تمام، طبعًا هنا كنت عمّالة باعدلها، أنا ماسكة التليفون في إيدي معلش ده، ماسكة التليفون في إيدي عشان أعدل الغطا. تمام، هنا أهو، بابدأ إن أنا أقفلها قفلة كويسة، لإن خلي بالكم يا جماعة الحلة دي خطيرة جدًا، 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 لها استعمال معين. على قد ما أنصح أي حد إن يجيبها، على قد إن ما لها استخدامات معينة، ما ينفعش إن أي حد يتصرف كده من دماغه. تمام، إحنا قفلناها. اهم، حطينا طبعًا المكبس بتاعها، وهنسيبها كده مع نفسها بقى. قعدت قد إيه؟ قعدت نُص ساعة، والله العظيم نُص ساعة. هنا طبعًا حطيت حلة فاضية، حطيت فيها مَيّة، حطيت فيها شوية ملح، وحطيت فيها شوية زيت. دي هتعملي بيها إيه؟
نسلق المكرونة. جبنا الحلة التانية حطينا فيها شوية لوبيا فلاحة أصيل من الدرجة الأولى اللي قلبكم يحبها. تمام. هنبدأ إن احنا نغسلها غسيل كويس وبعد كده نولع عليها تتسلق. المفروض إن أنا بنقعها على بيات، يعني بنقعها في المية بتصبح تاني يوم يعني ما تكونش بتاخد مني وقت كتير، بس في نفس الوقت يعني قلت ده جنب ده مش هياخد وقت. كنت مطلعه بطاطس عشان اعملها بس رجعت قلت لا خلينا في في اللوبيا. تمام. هنا تمام ولعنا على التلاتة يستووا معانا براحتهم، وبعد كده نبدأ نشوف ايه اللي هنعمله بعدها. مهم. جبنا شوية رز مصري. الرز المصري طبعا معروف في كل مكان، كوباية المية قصادها كوباية الرز قصادها كوباية مية، ده معروف. هنبدأ ان احنا نقيه. انا دي طبع فيا، بصوا مفيش مرة جت برز معاكم الا لما انقيه. نضيف بقى في حاجة معرفش، لازم اكرر مرة واتنين واتابع بنفسي، عشان بخاف بصراحة يكون في حاجة كده حاجة كده، لا لازم. لان ده رز فلاحي احنا بنعمله احنا هنا، يعني بنجيب الشعير وبعد كده بنبيضه، غير الرز اللي هو الاكياس ده. الاكياس بيجي نضيف مش محتاج ان احنا ننقيه، لكن ده لا لازم ان احنا نقيه. نضيف بقى في حاجة في طوبة في شعيرة لازم نطلع. هنا طبعا حطيت العيار المظبوط، حطيت شوية ملح، حطيت حوالي معلقة زيت، ونبدأ ان احنا نغطي عليه ونسويه يستوى. وهنا اللوبيا معانا بتستوى برضو ودي المكرونة. مهم. تمام. المية معانا هنا كانت سخنت، هنبدأ ننزل عليها بالمكرونة، بشوف الكمية كده مناسبة ولا لأ، وهبدأ أقلب وأشوف برضه إن كنت هحتاج تاني ولا لأ. طبعا مش عايزة إن هي تزيد كتير على الحلة، عشان انتوا عارفين مجرد ما بتستوي بتزيد، فبشوف هل هحتاج ولا لأ. أنا بحب دايما أنا أعمل مكرونة الملكة يا جماعة بصراحة. أنجح مكرونة، ما تدوروش بعدها. هنا طبعا الرز معانا كان ما شاء الله ما شاء الله اتشرب من المية، هنبدأ إن احنا نهد عليه. هرجع الرز أنا ورا وأجيب أنا اللي بتاع كده قدام عشان أعرف أتحكم فيها. مم. طبعا مولعة هنا على الزيت وهنا على الزيت، هنا على البصل هنا على البصل، هنا تحط توم وهنا احط توم. انا احب اعمل كده. في ناس بتحب تبقى اقتصادية، بتعملهم في حلة واحدة، يعني تعمل التسبيكة دي في حلة واحدة وبعد كده تقسمها تاخد هنا شوية وهنا شوية. بس انا لا مش بحب كده بصراحة. ليه بقى؟ هقول لك ليه. انا بحب احط هنا بهارات معينة وهنا بهارات معينة. تمام. بحب احط هنا شوية بهارات معينة وهنا شوية بهارات معينة، يعني مش كل البهارات بتبقى زي بعضها، لان بتفرق معاكي في الطعم كتير. في ناس بتحب بقى تحط البهارات المشكلة على بعض، فده تمام. هنا طبعا الوزة كانت استوت ما شاء الله. طبعا هنا نضفت البيت بقى وخلصت اللي ورايا في النص ساعة دي، ودخلت غيرت بقى واستعدت للصلاة. وبعد كده بدأت ان انا اشوف إيه بقية الاكل اللي معايا. طبعا هنا خلال نص ساعة كانت الوزة ما شاء الله ما شاء الله دايبة، مش محتاجة كلام. تمام. مم. هنا حطينا الصلصة وبدأت ان انا احط البهارات. طب اللي بيفرق يا عزة صلصة المكرونة غير صلصة اللوبيا؟ هقول لكم انا بحب احط للمكرونة كمون. زي ما قلت لكم ان الفرق ان انا بحط بس كمون للمكرونة، ما بحطش للوبيا. بحط فلفل اسمر وكزبرة للوبيا، بحط للمكرونة كزبرة وفلفل اسمر وكمون والملح. طبعا هنا الوزية شايفين شكلها اتهرت، اهو ده اللي حصل يا جماعة، اقسم بالله العظيم. بيض بصوا، العظمة في ناحية واللحمة في ناحية. انا مش هكذب عليكم واقول لكم اصل الحجم كبير بقى، وجيت اقطعها ما كنتش عارفة امسكها، لا اقسم بالله العظيم كانت دايبة. انا جيت اطلعها من الحلة كده كل حاجة بقت تطلع في ناحية، بس الحمد لله يعني قدرت اتحكم فيها شوية. وده الشكل النهائي معاكم. ايه رأيكم بقى في غدانا اللطيف الظريف الخفيف ده؟ يا رب يكون نال اعجابكم. متبخلوش عليا باللايك والشير. شايفين والله دايبه دوب دايبه، بصوا تستاهل بقكم بصراحه. احلى وزايه من احلى في الدنيا كلها، ربنا يبارك لي فيها يا رب وخليها لي. دعواتكم الحلوه لماما لان ماما تعبانه، ان ربنا يشفيها يا رب ويكمل شفاها على خير. وده غدانا البسيط، اتمنى يكون نال اعجابكم. دي المرتة اللي انا عاملاها معاكم، دي الوز المصري الاصيل، مكرونه اللوبيا. المخلل ده شيء اساسي جنب اي لحوم. لازم احط مخلل. ده برضو ماما اللي عاملاه والله وبعتهولي. انا لسه ما عملتش مخلل الافتاء، اعمله معاكم ان شاء الله وهنزله معاكم فيديو، لان في ناس سالتنا عليه وناس ما تعرفوش اصلا، بيسالوا يعني ايه مخلل لفت، فان شاء الله هعمله عشان اوريهولهم.
فزي ما قلت لكم انا مش ان انا هقول لكم بقى اصلا الوزايه كانت كبيره معايا وما عرفتش اعملها، لا هو ده اللي حصل زي ما قلت لكم. طب خليش على بالك والشير واشوفكم فيديوهات